تخيلي معايا المشهد ده، رحتي تشتري حاجه من محل لاي سبب كان ما عجبتكيش الحاجه، ما ريحتكيش، بدل ما تسيبي الحاجه وتقولي للشخص اللي كان بيساعدك شكرا وخلاص، فجاه لقيتي نفسك في موقف انت واقفه بتبرري فيه البنت اللي كانت بتساعدك دي انه بصي هي الماتيريال مش وحشه، بس انا عندي حاجه شبهها في البيت، وانا لو جبتها انا هلبسها فين يعني، وانت شايفاني يعني بروح هنا ولا هنا؟ هي مين في حياتك عشان انت قاعده بتبرري لها؟ انت مش في محكمه. طب بلاش الموقف ده، موقف تاني. بقالك اسبوع قاعده بتاكلي عشان تقولي ان انا هبدا ان شاء الله دايت يوم الاثنين، وجه يوم الاثنين الجميل والناس بتاعه الشغل قعدت تضغط عليكي عشان تعملي اوردر معاهم، فبدل ما تقولي لا شكرا جايبه اكلي معايا، او ماليش نفس، او مش عايزه، او مش قادره، او لاي سبب كان، فجاه لقيتي نفسك داخله في محاضره مدتها لا تقل عن العشر دقائق عن تاريخ الاسره المشرر في الكوليسترول، وان اول امبارح لما جيتي تقفلي زرار البنطلون طرشق في وشك. احنا لما بنتحط في المواقف دي بيجي لنا بعديها حاله ذهول حرفيا. انا ليه بقول الحاجه دي للشخص ده اللي هو احنا مش اصحاب، اللي هو انا مش محتاجه ابرر، انا قلت حاجات كتيره قوي، انا مش شايفه ان انا كان المفروض اقول كل الحاجات دي. ليه انا ببرر لاشخاص انا مش مضطره ابرر لهم؟ وهنا بقى يجي دوري. النهارده هنفك شفره حاجه من اكتر الحاجات اللي بتسحب طاقتنا وبتاثر على ثقتنا بنفسنا، وهو فخ التبرير المستمر. فجهزي مشروبك اللذيذ وتعالي بقى اقولك ازاي هنقدر ان احنا نفك شفره التبرير دي، نتخلص من الموضوع ده للابد في 3 خطوات. 3 خطوات. علشان نعالج المشكله دي لازم نفهم اصل المشكله جايه منين. اول حاجه محتاجين ان احنا نحطها كاساس لينا انه انت مش بتبرري عشان انت شخص رغاي، لا، الموضوع ليه جذور نفسيه تانية خالص. فتعالوا بقى نلبس بدل الغطس وننزل نجيب الحاجه دي ونقتلعها من جدرها. احنا صغيرين وخصوصا في مجتمعاتنا احنا دايما متربيين ان البنت لازم تبقى بنت مؤدبه، بنت بتسمع الكلام، البنت ما بتزعلش حد عشان تبقى حلوه وتتحب وتبقى جميله الحاجات الحلوه دي، عشان ما نزعلش حد. عشان هيحصل ايه لما هزعل منك؟ هرفضك. فبدا يبقى عندنا حاجه اسمها فوبيا الرفض. فعقلنا الباطن ترجم كلمه لا، او ان انا ارفض ان انا اعمل حاجه لحد، ان ده كده انا بنت وحشه. فعقلنا الباطن ترجم كلمه لا، او ان انا اختار نفسي فاقول لا على حاجه انا مش عايزه اعملها، بان انا كده هبقى بنت وحشه. فعشان تنفي عن نفسك التهمه الشنيعه دي بتجري تبرري عشان تفضلي تن تن تارارا اللوكال هيرو المحبوب من الجميع. والسبب التاني وده صادم شويه هو ان انت مش واثقه في قرارك نفسه. فانت لما بتبرري انت مش بتحاولي تشرحي للي قدامك، ده اللي باين للي قدامك ان انت بتحاولي تشرحي لها او تبرري لها، انما في حقيقه الامر انا بحاول اقنع نفسي بالحاجه اللي انا بقولها للشخص اللي قدامي لان انا مش مقتنعه بيها. فبحاول اقنع نفسي اصلا ان قراري ده كان صح. فلو انا مش عايزه، ماليش مزاج اخرج النهارده واصحابي بيكلموني يقولوا لي لا يلا ننزل بقى ما تبقيش بايخه، ابدا اقول لهم لا اصل انا تعبانه، اصل انا اكلت حواوشي من بره فجالي وجع في معدتي، او قطتي بتولد، او بنت اختي بتغسل، اي حاجه من المبررات دي، عشان لما الشخص اللي قدامي يقول لي طب تمام مفيش مشكله احس بالراحه، احس ان انا مش مرفوضه، هم مش متضايقين مني. لكن الحقيقه المره بقى في موضوع التبرير، ودي اكتر حاجه احنا محتاجين نشتغل عليها للسبب ده تحديدا، هو انه بيبعت رساله واضحه للاشخاص اللي قدامك. ويا سلام بقى لو الاشخاص اللي قدامك دول كانوا نرجسيين او توكسيك، هيستغلوكي بقى وانت بتقدمي نفسك كده على طبق من ذهب. عارفه لما بتعملي اوردر من حته ويعمل لك تقييم في الاخر، تقييمك بليز وافق عليا وقولي ان انا كويس. الرساله دي ان كرامتي وقراراتي وشخصيتي وكل حاجه تحت امر تقييمكم. انا بحط كل الحاجات دي في ايد اشخاص قدامي عشان هم يقيموها ويقولوا لي هي ذات قيمه ولا لا. دي اوحش حاجه ممكن نكون بنعملها في نفسنا. طب انت شايفه ان الحل نتحول الى الاشخاص السيئه في قصه احدهم؟ هو ده اللي انت عايزاه يعني، نتحول لاشخاص شريره خلاص، ما نردش على حد، ما نساعدش حد، ما نعملش حاجه لحد، خلاص كده يا ست البنات؟ مش هو ده اللي انا بقوله. ولكن عامه يعني خليني اقول لك الحلول، يمكن ده نور لنا كام لمبه كده في دماغنا. القاعده الاولى دايت المعلومات. يعني ايه؟ يعني المعلومه على قد الحاجه، ما بنتبرعش بالمعلومات. الناس عامه في حياتنا نوعين، نوع مهتم بيكي وبيحبك وخايف فعلا على مصلحتك، والنوع التاني شخص فضولي، شخص متحكم، شخص عايز يسيطر على حياتك وخلاص، او عايز يبقى عنده كل الانفورميشن ليها علاقه بحياتك ويقول لك تعملي ده وما تعمليش ده. الاشخاص الاولانيه اللي هم فعلا كونسيرند واللي هم فعلا مهتمين بامرك واللي هم فعلا بيحبوك، هم دول الاشخاص اللي انت محتاجه تبرري لهم او تشرحي لهم اكتر. دول اللي خارج الانفورميشن دايت وفعلا انت متاكده في قرارة نفسك ان هم مهتمين بيكي وبتفاصيلك وكده، هم دول الاشخاص اللي احنا هنبرر لهم ونتكلم معاهم ونشرح لهم آلية اتخاذ القرار. ما عدا ذلك هو بره دايره التفاصيل، اشخاص مش لازم خالص تعرف معلومات، مش لازم تعرف تفاصيل، مش لازم ابرر لها اي حاجه في حياتي عامه. اديكي مثال كده، ليه ما نزلتيش معانا الاسبوع اللي فات يا بنتي؟ فاتتك الخروجه كانت خطيره. معلش اصل انا كان عندي حراره، واليوم اللي قبلها كانت بطني وجعاني، وما كنتش عامله شعري. انت مش محتاجه ده، غلط. براوينج. الاجابه الصح والله كنت حابه ان انا ارتاح، ما كنتش قادره بصراحه خالص ان انا انزل. المره الجايه ان شاء الله تتعود.
هتعوض. بوم، خلاص انتهى. ده الرد الصح، مفيش تفاصيل اكتر من كده. ده اللي انت كنتي حاسه بيه، ده اللي انت قررتي تعمليه، نقطه. القاعده التانية، جمل الحسم اللطيفه. ان انت تبقي شخص حاسم، بس مش شخص رود، مش شخص طريقته فظه. جمل حاسمه ولكن نستخدم جمل لطيفه. بمعنى اتعلمي تقولي قراراتك كحقيقه واضحه، مش كاقتراح قابل للنقاش، او ان احنا نقعد بقى ايه باك اند فورث ونتكلم فيه ونتناقش ويقنعوني يقنعهم. لا خالص، ده اللي انا حاسه بيه وده اللي انا هعمله. ناقش كتير، مش هناخد وندي في الكلام. لما حد يسالك مثلا ايه ده، ليه عملتي كده؟ والله ده كان القرار الانسب ليا في الوقت ده. يا بنتي انت لازم تتغيري، انت عامله كده ليه؟ انت ما حد يجي يقول لك حاجه كده، بصي فهماكي بس انا مرتاحه كده. بوم. الجمل دي ما فيهاش اي نوع من انواع قله الذوق، وفي نفس الوقت بتقفل الباب تماما لاي جزء فيه نقاش او جدال. القاعده الثالثه، الصمت 5 ثواني. احنا لما بنتحط تحت البريشر بتاع ان احنا نرد في ساعتها، الانطباع الاولاني بتاعنا بيبقى ان احنا بنرد بالقبول او ان احنا نلتزم بالحاجه، لان مخنا اصلا متعود ان احنا كده كده مش هنقول لا. اول رد فعل طبيعي لينا بيبقى اللي هو اوكي خلاص ماشي. نتعلم ان احنا قبل ما ندي رد نسكت لك 5 ثواني كده. كمان اول ما تحسي ان انت عايزه تبرري قرارك للشخص اللي قدامك، اسكتي 5 ثواني قبل ما تقولي اي حاجه. الصمت ده بيجبر عقلنا، مش مضطر يبرر حاجه لحد، مش مضطر ان انا اقول الكلام اللي انا كنت هقوله ده لحد. انا فاهمه هتقولوا لي ايه، هتقولوا لي طب والاحساس بالذنب، هتقولوا لي بحس بالذنب قوي لما بقول لا للاشخاص اللي قدامي، يمكن هم محتاجيني، يمكن هم مش عارف ايه. فاهمه الاحساس ده، بس الاحساس ده احساس وهمي، وصدقيني مع الوقت هيروح تماما. لو نفذتي ال3 قواعد دي الاحساس ده هيروح. لما تبطلي اصلا تبرري، دماغك هتبدا يبقى عندها الثقه بنفسك ان انت انا مش مضطره ابرر ده اصلا عشان اخد قراري. لما هتاخدي قرارك شويه بشويه هيبقى عندك ثقه في نفسك انه القرار ده كان القرار الصح. وطالما انا ما بضرش حد بقراري ده، this means انه لا، انا مش المفروض اصلا ان انا احس بالذنب. ليه؟ لانك بتعملي القرار الاصلح ليكي، عكس انت بتحطي نفسك كاولويه. عايزه اقول لك حاجه مهمه قوي، حياتك، وقتك، فلوسك، طاقتك دي ملكك انت لوحدك. مش فرض عليكي ابدا ان انت تشرحي للي حواليكي انت ليه بتلبسي كده، او ليه بتعملي كده، او ليه بتاكلي كده، او ليه اتجوزتي، او ليه ما اتجوزتيش، او ليه ما خلفتيش، او ليه ما اشتريتيش حاجه لحد دلوقتي، او اللي بيحترمك بجد هيحترم قرارك من غير تبرير. واللي مستني منك تقرير يومي عن سبب اتخاذ قراراتك بالطريقه اللي انت اخدتيها دي، ده شخص انت محتاجه تعيدي النظر اصلا في اهميه وجوده في حياتك ده ان جنرال. يعني عايزاكم توعدوني من النهارده ان انتوا تبداوا تنفذوا ال3 تمرينات اللي احنا اتفقنا عليهم، اهمهم تمرين الصمت بتاع ال5 دقايق. عايزاكم تشاركوني باكتر موقف لقيتوا نفسكم بتبرروا للي قدامكم تصرفاتكم وندمتوا على التبرير ده. شاركيني تجربتك علشان نصلحها سوا. لو حاسه ان الفيديو ده فوقك ونور لمبه في دماغك كده، ما تنسيش تعملي لايك وفولو وسبسكرايب. اكيد تبعتي فيديوهاتك لصاحبتك اللي دايما بتعتذر او دايما بتبرر لكل اللي حواليها. اشوفكم الاسبوع الجاي في فيديو جديد. بطلي تبرري. سلام.